هذه الخطوات لشاب اسمه علي من منطقة الشعلة من العاصمة بغداد. هذا الشاب أحب فتاة ل10 سنوات، كان جميل الشكل لدرجة أنه تتمناه كل الفتيات، وبسبب حبه لهذه الفتاة بدأت له ولأهله كل المعاناة، ليجول به اليوم في كافة المحافظات في مختلف أنحاء البلاد بما فعلته به حبيبته من سحر وشعوذة ولعنة لتلقيها عليه ليكون اليوم على هذا الحال. حبيت حالي كل شاب يعني يحب بنية بيوصلون لفد طريق يعني يبذلون فيه يعني على سنة الله ورسوله. بس هاي الإنسانة ما قدرت هذا الحب، زرعت عبالي تزرع البسمة يعني بحياتي. 10 سنوات الحب كان مالتنا، لا هي زرعت لي الأذية. أخذت لي اللي فانتي أم العلاقة ومن شعري قالت لي ذكرى العفو. كان الشورت مالتي فأخذت يعني كان الشورت يعني مو بإمكانيته الصحة النظيف أو هاي، فقدرت أن تمسح بمنطقة حساسة من جسمها. وهو أسبوع جابت لي هاي اللفة وهذا الجلاس مال اللبن، اللبن مال الكباب اعتيادية، فأكلتها وشربت اللبن. يعني جيت للبيت يعني شي دايخ يعني ما صار بي قبل. جيت البيت شعر وهاي قلت لي ما أقدر أنام، نمت نوم اعتيادية بس أنا مو وضعيت أن أنام ذيك وقت. نمت قعدت ماكو شعر. نعم أسناني قام من يوقعن، دواختي ماكو شعر. اللي زاد نبلع اللي أراد أن تكمل شو اسمه العمل مالته والخطة الأساسية اللي هي هاي. تشوف هنا أنا أقدر أرسمها بيدها الدين وقالت شنو شو هاي الكرش لزمتني من هنا، فصارت لنا 5 أصابع، لنا 5 أصابع ما فطنت لنا طبت لي حمام من السباحة شفتني. حتى يكتمل عملية السحر حسب ما نفذتها البنية اللي كان يحبها، كان اخذ كثير من الخطوات حتى تتبعها. بعد ما أكل الأكل اللي يحتوي على السحر كانت تخلي إيديها بهالشكل حسب ما وصف لنا، هالشكل هذا. بنفس اليوم طب سبح، بعد ما سبح طلعت هاي العلامة على شكل الأصابع بنفس اليوم اللي هي نشوف هاي الأصبع وهاي الأصبع، هاي الإيد وهاي